الأهلي هو النادي الأكثر تتويجا بالبطولات في العالم، 156 بطولة. الأهلي هو الأكثر شعبية داخل بلده في العالم. الأهلي هو النادي الوحيد في العالم اللي شارك في كأس العالم للأندية لكرة القدم واليد والسلة والطايرة. الأهلي أصبح أول نادي والوحيد في العالم اللي كسب كأس السوبر المحلي في كرة القدم واليد والسلة والطايرة. الكلام ده بعد ما رزع الزمالك 3-1 كالمعتاد، واحتفظ بالسوبر للعام الرابع على التوالي. الأهلي بقى عنده 4 سوبر، مع العلم إن هم 4 سوبر بس اللي اتلعبوا، يعني محدش كسب السوبر غير الأهلي. هتقول لي يا عم احنا مالنا ومال الطايرة، خلينا في الكورة. هقول لك لا، استنى بس، ده الماتش ده حواليه شوية حكايات كده، ايه لوز العنب. لما مرتضى منصور راح اشترى 5 بنات من فتيات الذهب بتوع الأهلي، وفي مرة قدروا يكسبوا الأهلي اللي كان دايس على وشهم طول حياتهم، وقتها كل القنوات استضافت لاعبات الزمالك اللي هم الأهلي سابقا يعني، عشان يتكلموا عن الإنجاز الفظيع وإزاي قدروا يكسبوا الأهلي. ولما الأهلي رجع داس على وشهم تاني بعد كده، محدش عبر لاعبات الأهلي ولا استضافهم في طبق اليوم حتى. امبارح في ماتش السوبر لما الأهلي كسب، قناة الدولة اون زبالة سبورت قالت هنطلع فاصل ونرجع لمراسم التتويج، وبخ على كده طلع علينا سيف على مسافة واحدة من الجميع، وفي داهية التتويج وفي داهية جمهور الأهلي اللي قاعد بيتفرج. مش بس كده، ده الزملكاوية كمان فرحانين قوي ان هم كسبوا شوط من الأهلي. بيقولك اللي يكسب شوط بالظروف اللي احنا فيها دي يبقى بطل، يستحق التقدير والتوفيق والحاجات الحلوة اللي بيقولوها دي. طيب تعال اقول لك على الظروف اللي فيها الزمالك عشان تقدر معاناة الزمالك. اولا، الاهلي بيلعب من غير محترفين، والزمالك عنده ديمتري ياكوفليف الروسي اللي اشتروه ب120 ألف دولار، واتحاد الطايرة كان رافض يأيده عشان الزمالك عليه ديون كان معتاد للاتحاد. راحوا حل المشكلة عشان يتأيد، وما تسألنيش حلوها ازاي، اكيد جدولوا من الجدول كالمعتاد يعني، وخلصوا كل الحكاية دي عشان يلعب الماتش. يعني الاهلي الملياري المستقر ما عندوش محترف، والزمالك الصدمان العدمان اللي بيتعشى عيش ودقة مع محترف وروسي كمان، ومع ذلك خدوا على وشهم برضو كالمعتاد. وعلى فكرة نفس القصة بالظبط، لا ألم زاد ولا ألم قل في الكورة الطايرة بس سيدات. في دوري المرتبط خدوا على وشهم برضو ناشئين وكبار، والأهلي برضو ما عندوش محترفة، والزمالك عنده محترفة كرواتية اسمها ماتيا ماجيتش. لكن عادي، هم فرحانين قوي بالشوط اللي كسبوه من الأهلي ده، وبيعتبروه بطولة جديدة بتضم لسجل بطولات المختلط العظيمة بعد كاس العتبة البلاستيك وكاس الكرامة وفانيلة رونالدو وجزمة حازم إمام وشراب جمال حمزة اللي في المتحف الزملكاوي، وفي انتظار كاس الفيفا الدولي لوقف القيد إن شاء الله. والله انتوا البسمة الحلوة اللي في حياتنا، انتوا اللي مهولين علينا مرار العيشة واللي عايشينها. ربنا صحيح حرمنا من مسرح مصر، بس عوضنا بيكوا. ربنا يخليكوا وتموتونا من الضحك. وده اللي بنفتقده في بيراميدز على فكرة. بيراميدز كيادين كارهين زيكوا بالظبط، بس ما عندهمش روح الفكاهة دي، ناس ما عندهاش دم.